السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض برطمان المخلل اللفت بشكل حلو قوي، وفي نفس الوقت طعم جميل جدا وهيقعد معاكي وقت طويل. هنشوف يعني المكون اللي احنا هنحطه عليه ويطلعه معانا حلو جدا، وطعمه كمان كان تحفة. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ ونشوف مع بعض الخطوات. معايا هنا اللفت، لو العروق دي بتبقى حلوة اعمليها ليه فوق، دي مش حلوة بتشيليها وترميها، وفي ناس مش بتحب العروق خالص، فحسب انتي ما بتحبي يعني حطي لها. هتحطي العروق، مش عايزاها خلاص ارميها. هتنضفي كده اللفتاية كويس، وحاولي تجيبي اللفتاية اللي هي ما تبقاش بايظة، اللي هي شايخة يعني، بتبقى طرية من جوه كده ومبتنفعش خالص في التخليل. لما بتخلليها يوم والتاني بتلاقيها طريت معاكي خالص ومارت بكل سهولة لانها بايظة. لكن اللفتاية بتبقى حلوة وقلبها كده جامد وحلو، بتبقى معاكي حلوة وعمرها بيبقى طويل. وكمان لو عايزة تعملي مثلا مخلي لفت رمضان، اعملي جيبيه اللي هو اللفت نقي اللي هو الصغير، ونضفيه واغسليه غسلة حلوة وما تقطعوهوش، وحطيه في برطمان وخليه زي ما احنا هنخلل كده، سليم زي ما هو. تيجي على رمضان تطلعي الواحدة بوحدها تقطعيها، بجد يطلع معاكي تحفة جدا جدا ويقعد معاكي أطول وقت. كده نضفنا اللفت بتاعنا وقطعناه التقطيع الحلوة زي ما انتوا شايفين كده. هنحطه بقى في الطبق البلاستيك دوت ونغسله غسلة حلوة ونجيبه مع بعض ونشوفه. كده اهو اتفضيت الكمية بتاعة اللفت كلها في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. هغسله بقى غسلة حلوة ونجيبه مع بعض، ونجيب البرطمان بتاعنا غسلته وخليته زي الفل، ما عادش بقى فيه طينة ولا فيه اي حاجة خالص. وهنجيب البرطمان كده ونبدأ ان احنا مش هحط في البرطمان دلوقتي، هبدأ احط دلوقتي اللي انا عايزة انزل المية بتاعته، عشان ما احطه في البرطمان ما يبقاش هايش على الفاضي. هحط كده 3 معالق من ملح كبار او معلقتين حسب الكمية اللي انت عاملاها. دول 2 كيلو كنت جايباهم ب4 جنيه، مش غالي خالص اللفت، وفي نفس الوقت بطعمه حلو ويملالك البيت. معلقة كده من هريسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، حطيت كده حوالي معلقة ونص، وهديهم بقى تقليبة كده في اللفت، عشان خاطر الملح والشطة كده ما بتقلبيهم في اللفت بينزل ميته كلها ويديك خلاص اللي هو الحجم اللي انت هتحطيه في البرطمان، فمش هيخس بعد كده فيه. بتسيبيه حوالي ساعة ساعتين، وبعد كده بترجعي تاخديه وتعبيه في البرطمان. تمام معانا كده، لفيناه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بصوا بقى الخطوة اللي بعد كده، جبت شوية من المية وهنحط فيها البنجرية ديت. هقطعها كده شرايح تسرد، بس المية اللون بتاعها يعني في المية. وممكن تحطي مية على النار تغلي وتمسكي البنجرية دي تقطعيها، هتديكي لون اكتر من كده بكتير. بس انا يعني لما هسيبها البنجر مع اللفت يومين 3 كده، هيديني اللون اللي عايزاه واكتر كمان، لان البنجرايه طلعت كتيره على الكميه بتاعت اللفت. يعني المفروض كنت حطيت نص بس هي الواحده عملت ما شاء الله كتير جدا جدا. هنجيب بقى اي برطمان عندك المتوفر، ازاز بلاستيك اي برطمان، ده عند البرطمان دوت. وقلت هياخد معايا مني الكميه كلها، مش هحط في في حاجه تانية. عامله كده البرطمان كده باللفت لحد ما املاه كده، وهنشوف مع بعض واحنا بنحط المحلول بتاعه كل حاجة. حطيت هنا حوالي نص فنجان صغير من الخل، وديت خطوة مهمة جدا جدا. وهنزل كده بشوية من الخلطة اللي احنا كنا طبعا عاملينها لللفت ده. المية اللي نزلت من اللفت فيها ملحها وفيها الشطة بتاعتها، طبعا مش هرميها. هنزل برضو بالمية اللي فيها البنجر، هحط من دي على دي لحد ما يديني البرطمان الكمية اللي هو عايزها. وطبعا اللون معايا يعني باين من دلوقتي، وهوريكوا طبعا لما اجي يعني اطلع من اللفت هتشوفوا منظر اللفت هيبقى عامل ازاي، بجد هيبقى تحفة جدا جدا. حطيت كده كام قطعة من البنجر كده، وهحط شوية كده مية عليهم. تمام. لو عايزة مثلا تكملي اللي هما فيهم الشطة كملي، مش عاوزة خلاص براحتك. خلاص كده هنقفل على البرطمان بتاعنا وخلاص هنشيله بقى. تاني يوم بتاكلي منه على طول، يعني هو بيحلو ما شاء الله على طول.
اقلبيه بقى كده، خلي المية كلها تخش ببعضها، اللي فيها الشطة واللي هي تبع البنجر، وهتديكي شكل حلو بالشكل اللي انت شايفاه دوت. بجد حلو جدا، جربوه ويبقى مالي البيت مخلل بدل ما تشتري من بره. لا، اعملي 4 جنيه يعملوك برطمان حلو زي دوت، ويكفيكي كام يوم لو انتوا يعني اكلين في المخلل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم باذن الله، ويطلع معاكم تحفه واحلى من اللي انا عملته باذن الله. استنوا فيديو جديد، مع السلامه.